عرفت انا بتفرج على ايه، صح؟ نتفليكس. شاهد ملوش صوت مميز، دورت كتير بس مفيش، فلو حد لقاه يبعتهولي. دي اول مقارنه بين شاهد ونتفليكس. ماذا لو قارنا بين وينزداي وغرفه 207؟ الاثنين تقريبا اتعرضوا في نفس الوقت. وينزداي مسلسل من انتاج نتفليكس، وغرفه 207 من انتاج شاهد. الشيء المشترك ما بين وينزداي وغرفه 207 ان الاثنين اعاده انتاج روايتين قدام. وتاني حاجه مشتركه ما بينهم ان المسلسلين رعب وتشويق، بس التشويق الوحيد بقى اللي شفته في 207 اننا بنفضل مستنيينها وبتنزل مره واحده في الاسبوع. اما وينزداي فبدون حرق كده هو بيتكلم عن عائله ادم، وبالتحديد وينزداي البنت الكئيبه الغامضه اللي بتروح مدرسه للمنبوذين فقط وما بتحبش غير اللون الاسود. اسم المسلسل وينزداي، فمنطقي الكلام كله هيدور عليها. ليه بقى المدرسه دي مدرسه للمنبوذين بس؟ كل طلاب المدرسه عندهم قدرات مختلفه، مستذئبين تلاقي، حوريات تلاقي، فامباير تلاقي، بس طول الوقت احنا مش عارفين هي وينزداي في المدرسه دي بتعمل ايه القدرات الخاصه بتاعتها. اما بقى في 207 اتكلمنا عن كل حاجه الا الاوضه. جمال اللي مش عارفه هو امتى بيسكن الغرف وهو اصلا ما بيقفش في الديسك. اما بقى عم مينا اللي ماشي بسبحه طول المسلسل وعرفنا انه كان صاحب كاس زمان. ساره وايلاينر ساره. عندنا اوضه مسكونه وناس بتموت كل يوم، بس ثانك جاد الوينج مظبوط. هي فين الاوضه يا شباب؟ هو يوسف عثمان فين؟ رفعت اسماعيل فين؟ وينزداي او 207 الاثنين فيهم عو. العو في وينزداي بنشوفه تخطيف بشكل مفاجئ كده. العو في 207 مدام ريهام عبد الغفور ظهرت اول 3-4 حلقات بشكل مكثف، واول ما مزجت السسبنس بتشتغل بعرف ان مدام ريهام هتظهر. واي سو سيريس يا مدام ريهام؟ تكلف شر. لو شلنا حلقتين فاتن جميل حد هيحس بحاجه؟ لا. هل هيأثروا في الاحداث؟ طيب لا برضه. فاتن جميل جايه تعلي الريتش وتفرق ما بين جمال وساره. اللي يهمني كمشاهد وكطمطم ان انا وانا قاعده على كنبه بيتنا اكل الطبق اللي عملته لي واتبسط، بس انا كطمطم ما اتبسطتش.